سنتنا الجديدة لسه مكملة والحمد لله خلصنا من السنة القديمة على خير. وزي ما السنة مكملة فاحنا كمان لسه فقراتنا مكملة. ووصلنا دلوقتي لفقرة مهمة ومميزة جدا. بس قبل ما ادخل فيها طبعا بشكر زمايلي اللي كانوا موجودين في الفقرتين اللي فاتوا، وبشكر كمان عمار ياسر وإيمي علي على التقرير الجميل اللي عملوه. بما ان السنه مكمله وبما ان فقراتنا مكمله فاحنا معانا دلوقتي موهبتين مهمين جدا ومميزين جدا، لانه في ظل وجود السوشيال ميديا والتيك توك وفي ظل وجود ناس كتير بتقول انه الجيل الجديد مفيش منه امل، لكن احنا لحد دلوقتي لسه في روايات بتطبع، ولسه في ناس بتكتب كتب، ولسه في حفلات توقيع، ولسه في كمان قريب مهرجان معرض القاهره الدولي للكتاب باذن الله. لكن كمان في حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا، فن مهم جدا جدا وهو الإنشاد. علشان كده معانا النهاردة ضيفين مميزين جدا أنا سعيد بوجودهم، المنشد والمبتهل الحسين عبد الحميد. إزيك؟ اهلا وسهلا استاذنا، منور الدنيا. الله يبارك فيك. إن شاء الله نعمل النهاردة حلقة جميلة كده في بداية باذن السنة. الله باذن الله جميل. تعالى. ومعانا كمان الشاعر والروائي محمد عبد السميع. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ كله زي الفل. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. اولا طبعا كنت لسه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الله يكرمك. قبل ما طيب. نتكلم في اي كلام خالص، تعالوا نبتدي كده بانشوده خفيفه كده صغيره نبتدي بيها الفقره بتاعتنا. يلا يا حسين. باذن الله تعالى. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا غصنان قوم مكللا بالذقب، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا غصنان قوم مكللا بالزقب، أفديك من الردى أمي وأبي. العين إذا رأتك تخشى الرمدا، العين إذا رأتك تخشى الرمدا، والغصن إذا رآك مقبلا سجدا. يا حبيبي أنا إن أسأت في حبكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يعني عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني أنا بحييك على الصوت الجميل والإنشاد الله الجميل يبارك. اللي بدأنا بيه فقرتنا. جزاك الله خير. وبما إننا بدأنا بإنشاد فتعالى يعني أبدأ معاك وأسألك كده، يعني أنت اتجهت للإنشاد من إمتى وإزاي، وإيه كان سبب اتجاهك للإنشاد بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة دي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني بالتوفيق في البرنامج المبارك ده. يا رب إن شاء الله. بص حضرتك، وبناء على النشأة منذ أن التحقت بالأزهر الشريف من الابتدائي حتى انتهيت تخرجت من كلية أصول الدين والدعوة في الأزهر الشريف. طبعا حفظت القرآن الكريم جميل. طبعا، وده خلاني برضك أحب سماع المشايخ والقراء والمبتهلين. كذلك أيضا النشأة في البيت على يد الوالد رزقه الله الصحة والعافية، وكذلك أخي الأكبر الشيخ أحمد عبد الحميد. كنا دايما نحضر الحفلات اللي فيها القرآن الكريم والابتهالات والمدائح النبوية والإنشاد الديني. بسم الله ما شاء الله، النشأة متأصلة في ده، يعني مش أنت الوحيد. الحمد لله الحمد جميل. لله. ده خلاني برضك يعني أحب السماع، أحب كويس أسمع أوي. المشايخ وأعرف المشايخ أكتر. إلى الحمد لله يعني كتب الله سبحانه وتعالى لي القبول عند كثير من الناس إن هم يحبوا يسمعوني
وشجعوني يعني، والحمد لله. يعني يا رب اتمنى لك التوفيق دايما. طيب نروح بقى للشاعر والروائي محمد عبد السميع مصباح. محمد نزل له روايه قبل كده بعنوان قسوه انثى، بقولها صح مش كده؟ تمام. نزلت روايه بعنوان قسوه انثى او قسوه انثى، وان شاء الله كمان جاي له في الطريق حب القلب للقلب وديوان اعتزلت الاهتمام. شعر وروايه، يعني جاب الوقت ده كله منين اولا؟ ثانيا قول لي برضو الموضوع بدأ معاك ازاي؟ أنا بداية كان في 2015 بدأت كتبت أول قصيدة اعتزلت الاهتمام، ثم بعد كده اتجهت للرواية أكتر، لأن عندي في مدينة بلقاس وأهل الأدب والشعر واللي دعموني وقالوا لي كمل في الرواية أفضل أولا، فكملت الرواية وطبعتها ونزلت، وثم بعد كده شغال في الشعر. جميل. وجاري كتابة ديوان اعتزلت الاهتمام والرواية الأخرى إن شاء الله. يعني طبعا يا رب بالتوفيق ليك ان شاء الله، والناس كده ترجع زي زمان بقى، نبتدي نرجع نقرا تاني. وانا عارف طبعا انه اكيد الدنيا مش سواد، احنا لسه في ناس بتقرا، ولسه الجيل الجديد كمان بيقرا، ولسه في كتير من الشباب الصغيرين اللي اصغر مننا كمان بيروح معرض الكتاب وبيحضر حفلات توقيع وهكذا. نتمنى لك باذن الله التوفيق دايما، واي حد طبعا حابب يتابعهم الاثنين هيبقى معانا ان شاء الله دايما من خلال صفحتنا، صفحه برنامج استراحه. طيب زي ما بدانا بانشاد، تعالى بقى نبدا يا محمد، بيقول لنا كده شعر صغير كده بسيط نبتدي بيه الحلقه بتاعتنا ولا ايه؟ تمام. جاهز؟ كان طيب ذنبي. خد المايك كده جميل، وهنقول كده يعني طقطوقه صغيره او شوف هنسميها ايه يعني زي ما تحب. كان ذنب مين فينا الوداع، مين اللي خان مين اللي باع، كان ذنب مين فينا الوداع، مين اللي خان عهدنا، مين اللي باع حبنا، مين اللي ساب مين اللي باع حب السنين، مين اللي ناوي يعيش في العذاب قولي مين، غير قلبي اللي عاش الحب بصدق مع ناس خاينين، مين اللي يقدر ينسى حب العمر روح القلب حب السنين، ذنب مين أسهر في ليلي وحدي حزين أفتكر حب ليكي أيام وليالي وسنين، ذنب مين دموع عينيا تبكي شوق وحنين، ذنب مين أسهر في ليلي وحدي حزين، ذنب مين دموع عينيا تبكي من جرحك سنين، كان وداع من كلمتين في كلام حزين، كان وداع مليان سكون مليان ألم، مفهوش كمان حتى سلام بالإيدين، حسيت ساعتها بالضياع، الدموع قالت لقلبي مفيش رجوع، ما كانش فيه اتفاق على الفراق، كان ذنب مين فينا الوداع. جميل يا محمد. طيب يعني ده هيخليني اروح للحسين. دايما بنسمع اغلب الناس اللي بتنشد مش بتغني، واغلب الناس اللي بتغني مش بتنشد. هل الفرق، يعني هاخد يعني سؤال سريع كده، هل الفرق من وجهة نظرك ما بين الانشاد والغنى الكلام ولا المزيكا؟ يعني الفرق في الكلمة اللي بتتقال ولا الفرق في الموسيقى اللي بتتحط سواء هنا او هنا؟ هو حضرتك يعني الإنشاد الديني ده كل واحد دايما على حسب النشأة زي ما حضرتك كلمت حضرتك، واللي بيكسر منه. أنا بحب مثلا أسمع إنشاد، وانا كمان على فكرة مثلا يعني فتلاقي مثلا إيه متعلق بالإنشاد الديني. تمام. واحد مثلا بيحب يسمع أغاني فمتعلق بالمغنيين والمطربين، وواحد متعلق بالمنشدين. برضه الفرق بين الغناء والإنشاد إن الغناء إن الإنشاد الديني مقصوده واللي بيوصلها رسالة هو تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهو طبعا الموضوع بيبقى رسالة أكتر منه فن، هو رسالة صح؟ أكتر منه إن أنا بعمل حاجة فنية، هو رسالة مش كده؟ طيب يعني قول لي بقى بتحافظ على المستوى ده إزاي؟ إن أنت تبقى في المستوى ده وتفضل محافظ على صوتك، خصوصا الإنشاد بيبقى محتاج دايما شغل كبير، ويعني وبيتقال فيه كلام محتاج مخارج ألفاظ معينة وهكذا. يعني هي موهبة فقط ولا أنت في تدريب ودراسة؟ هي موهبة لازم تكون موجودة طبعا. انت اي واحد قبل ما يدخل في الموضوع ده، لكن برضك لازم متابعة الصوت وتطوير الصوت، كذلك برضو كثرة السماع والتعلم من المشايخ برضو وتدريب الصوت. طيب محمد، قول لي يا محمد، أسألك سؤال كده سريع قوي،
وبعدين نخش في السؤال اللي انا اصلا كده كده عايز اساله لك. انت ممكن تتجه للرعب بما ان الرعب مشهور قوي الفتره دي، تكتب رعب؟ ممكن. ممكن يعني ممكن تاخد التجربه دي؟ ممكن ان شاء الله. طيب قول لي بقى الالهام بيجي ازاي، وانت بتاخد وقت قد ايه في كتابه القصه او الروايه؟ انت ما شاء الله في روايتين هينزلوا وفي روايه نزلت وانت سنك صغير، تاخد وقت قد ايه علشان تكتب؟ انا الروايه الاولانيه يعني كانت طولت معايا، كتبتها في 3 سنين. في 3 سنين؟ اه. انت طولت. بتكتب بقى وانت صغير، اصغر من كده كمان؟ لا انا بدات في 2015 امم فخلصتها في 2019 وقدمتها واتنشرت. لكن جميل. ان شاء الله الروايه الجديده يعني واخده وقت اقل، والشغل بعد كده يكون اقل ان شاء الله، وبيكون بالليل مثلا بكون تمام. مع نفسي في الغرفه. طيب يعني بعد هو طبعا الشغل. الالهام هو رقم واحد. بعد يعني الشغل. الالهام هو رقم واحد، سواء هنكتب شعر او هنكتب قصه او روايه او حتى هنعمل حلقه زي دي. طيب احنا طبعا لان وقتنا مش كبير ويعتبر خلص، فاحنا محتاجين دلوقتي نسمع طبعا زي ما بدأنا مع الحسين عبد الحميد. الحسين مش حسين صح؟ الحسين عبد الحميد، وانا كنت سعيد جدا بوجودكم، فتعالى نختم معاه وبعدين نقول كلمه اخيره. هنقول ان شاء الله قصيده عام وهو من الشعراء الذين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسال الله سبحانه وتعالى له دوام التوفيق. ماشي. سيدي يا رسول الله، قد زاد شوقي وفاضت منه كاساتي، قد زاد شوقي وفاضت منه كاساتي لما ذكرتك مشتاقا بأبياتي. تجمل الشعر قبل الوصف من فرح، تجمل الشعر قبل الوصف من فرح، وراح منتظرا من حبه قمرا. صلى الإله على المختار في الملأ، ما ردد الخلق ألفاظ التحيات. طبعاً شكرا جدا للحسين عبد الحميد ولمحمد عبد السميع، انا كنت سعيد بوجودكم. وطبعا يعني تابعوهم من خلال التواصل مع فريق عمل البرنامج ومن خلال صفحتنا ان شاء الله، صفحه البرنامج. وكالعاده زي ما بنختم وهنختم كل مره هنقول بما ان حلقتنا خلصت، من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه.